هل هيقدر ريال مدريد يكسب بايرن ميونخ ويتأهل لنص نهائي دوري أبطال أوروبا، خصوصا بعد ما خسر 2-1 في ملعب البرنابيو والعودة في الأليانز أرينا؟ كيليان امبابي هل هيقدر يكرر إنجاز كريستيانو رونالدو في ملعب الأليانز أرينا في قلب بايرن ميونخ؟ ده اللي هنعرفه وأكتر. هاخدك كده في نظرة تاريخية، بس ما تنساش اللايك والسبسكرايب أو الفولو، ويلا بينا نبتدي الحكاية. عايزك ترجع معايا لدوري أبطال أوروبا موسم 2014، نص النهائي بين بايرن ميونخ بطل أوروبا والفريق الأقوى وقتها وريال مدريد الباحث عن العاشرة أو اللقب العاشر ليه بعد غياب أكتر من 30 سنة عن التتويج بدوري أبطال أوروبا. بايرن ميونخ كان ساعتها بيدربه بيب جوارديولا، والبايرن جابه علشان يحقق الهيمنة الأوروبية بعد تاريخه وإنجازاته مع برشلونة. كان فعلا بايرن ميونخ أقوى فريق في العالم وقتها، ومباراة الذهاب في البرنابيو انتهت بفوز الريال 1-0 بالعافية بهدف أحرزه كريم بنزيما. فعايزك تحط نفسك كده مكان جمهور ريال مدريد. أنا بلاعب الفريق الأقوى في العالم، كسبته على أرضي في ماتش بايرن ميونخ كان هو الطرف الأفضل فيه 1-0 بالعافية، يبقى هروح في الأليانز أرينا يحصل معايا إيه؟ أكيد طبعا هخسر. النتيجة ما كانتش مطمئنة لأن البايرن كان قوي جدا لدرجة إن كارل هانز رومينيجا المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ وقتها طلع بتصريح شهير وقال: في ميونخ حتى الأشجار ستحترق، ما فيما معناه إن ملعب الأليانز هيبقى جحيم على فريق ريال مدريد. في نفس الوقت كريستيانو رونالدو اللاعب الأفضل في العالم داخل مباراة العودة وهو عنده 14 هدف وقدامه هدف واحد بس علشان يبقى اللاعب الأكثر تسجيلا للأهداف في نسخة واحدة في دوري أبطال أوروبا. تعال نطلع قدام لسنة 2026. ريال مدريد خسر مباراة الذهاب 2-1. البايرن بيدربه كومباني تلميذ بيب جوارديولا. صدفة برضو مش كده؟ ومش بس كومباني وجوارديولا هما وجه الشبه الوحيد في القصة، ده كمان كيليان امبابي عنده كام هدف؟ بالظبط زي ما انت توقعت، هيدخل مباراة العودة وعنده 14 هدف زي كريستيانو، وأكيد بيحلم إن يكرر إنجاز مثله الأعلى وأسطورة ريال مدريد الدون كريستيانو رونالدو ويسجل الهدف ال15 زي ما كريستيانو عمل في مباراة العودة في 2014، ويكرر يمكن احتفاله الأيقوني الشهير في ملعب الأليانز اللي بيسميه المصريين احتفال عودوني. ريال مدريد هو الفريق الأسطوري لدوري أبطال أوروبا والفريق الأكثر تتويجا في تاريخ البطولة، وبالتالي شخصية ريال مدريد بتظهر دايما في المواقف الصعبة حتى لو الأداء المحلي ما كانش في المستوى المطلوب، بس الفريق بيتحول تماما في بطولة بحجم دوري أبطال أوروبا. كيليان امبابي هل هيقدر يكرر إنجاز الأسطورة ويكرر احتفاله في قلب الأليانز أرينا؟ يبقى احنا قدام سؤال مهم جدا، هل يكرر التاريخ نفسه؟ ده اللي هنكتشفه يوم الأربع في قلب الأليانز أرينا ملعب بايرن ميونخ. فما تنساش اللايك والسبسكرايب والفولو، وأشكرك جدا لو وصلت لحد هنا، وعايز أعرف رأيك في الكومنتات.